Today our students attend some of the best graduate universities around the world and have excellent jobs in the private sector, both in the Kurdistan region, Iraq, and abroad. The importance of today's decision by the Ministry of Higher Education and Scientific Research in Baghdad is that it opens up additional opportunities for our students to study in the rest of Iraq and to obtain employment in the private sector and public sector in Iraq. So today's decision opens up additional opportunities for our students both academically and professionally. أنا ضحى ضياء طالبة بالجامعة الأمريكية بالسليمانية قسم إدارة الأعمال. أنا كنت سعيدة أنه سمعت خبر الاعتراف مال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجامعتنا، لأن أعرف أنه هذا القرار راح يفتح فرص هواية قدام طلاب غيري أنه يقدرون أنه يحصلون على نفس التعليم اللي أنا حصلت عليه، وإن شاء الله نفس الفرص اللي تتوفر لنا كليتنا. عيسى محمد طالب بالجامعة الأمريكية قسم آداب الإنجليزي. اخترت الجامعة الأمريكية لأنها اختلفت عن بقية الجامعات بالعراق بطريقة التدريس وطريقة جمع طلاب من عرقيات وطوائف مختلفة بمكان واحد. حاليا أنا سعيد جدا باعتراف بالجامعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي راح تفتح مجالات للطلاب للحصول على بعثات الوزارة وبعثات أخرى من سفارات مختلفة. Hi, my name is Mr. Jeffrey. I'm the Dean of Students here at AUIS, and I've been here since 2009. We are very excited about this accreditation because it gives our current students and our graduates many more opportunities here in Iraq and also abroad for job opportunities, for master's degrees, for PhDs. We're very excited about it. مرحبا، اسمي مريم نبيل وأنا طالبة بالجامعة الأمريكية. اليوم احنا فرحانين كلش لأنه أخيرا طلع له اعتراف بينا من وزارة التعليم العالي ببغداد. هذا فرح إلنا جميعا الجامعة الأمريكية، وأكيد طلاب العراق بالكامل اللي يحبون يقدمون على هاي الجامعة، وأكيد احنا فرحانين وأخيرا دولتنا قبلت بهاي الجامعة. Hi, my name is Rachel Gresk. I am the Director of Academic Administration here at AUIS. I've been in Kurdistan for 8 years, all at American University, and I'm really excited about this news. The accreditation news in Baghdad will change AUIS, and one really exciting bit is that we now get to participate in US State Department programs like the Fulbright Scholarship. This means that local staff who've been born and raised in Iraq can now travel to the US for a scholarship, and they get to come back here and teach us everything that they've learned. We're really excited about this opportunity. أنا دكتور أثير عباس، رئيس قسم تقنية المعلومات بالجامعة الأمريكية. اليوم سمعنا وصلنا الخبر باعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية. هذا خبر ممتاز للعراق وللجامعة الأمريكية، فالبلد راح يستفاد من خريجينا اللي يتميزون بالسوفت سكيل بالإضافة إلى التكنيكال سكيل اللي عندهم. My name is Maria Zadariaga. I'm the interim chair of the Department of Mathematics and Natural Sciences, and I'm really excited to hear the news. AUIS really wants to play an important role in the community to try to help and solve problems of great importance. دكتور عقيل عباس أستاذ في قسم الأدب الإنجليزي. اعتراف وزارة التعليم العالي الاتحادية بالجامعة الأمريكية يفسح فرص جديدة لهذه الجامعة لأن تقدم خدماتها للطلاب العراقيين في وسط وجنوب العراق، الطلاب العراقيين من خارج إقليم كردستان. هذه الجامعة تقدم في الحقيقة تعليم متميز ومختلف يشبه التعليم الذي تقدمه الجامعات الأمريكية في الولايات المتحدة. أنا بشار بوسكاني مدير الإعلام والعلاقات العامة للجامعة الأمريكية في السليمانية. أود أن أهنئ طلابنا الأعزاء والمتقدمين الجدد بهذا الاعتراف الذي حصلنا عليه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببغداد، ونود أن نرحب بكم في السليمانية العاصمة الثقافية لإقليم كردستان. بيروز.